من هو ماهر عواد الذي أحبته وتزوجته سعاد حسني 14 عام حتى وفاتها؟ يعيش ماهر عواد على ذكرياته الجميلة مع سعاد حسني لدى الرجل كنز من الذكريات بين جدران شقته بالمعادي والتي لا يغادرها كثيرا. يعيش الرجل الذي كان آخر أزواج سعاد حسني والتي رحلت وهي على ذمته، والذي أحبته سعاد ووثقت به بعد رحيل أستاذها ووالدها الروحي صلاح جاهين، كأنها وجدت فيه روائح الجميل صلاح جاهين. هو ماهر عواد عبد الصمد، من مواليد أغسطس سنة 52 بحي ولاية دكرور، لوالد من الطبقة المصرية المتوسطة. كان يعمل تاجر تموين. في الثانوية العامة التحق بالقسم العلمي رغم أن ميوله كانت أدبية وفنية، وبشغف شديد بالسينما التي كان يعشق مشاهدة أفلامها والتفاعل مع أبطالها، وكان يحلم بالالتحاق بمعهد السينما. لكن هذه الرغبة كانت اصطدمت بحلم والده، وهو أن يلتحق بكلية مرموقة. حصل على مجموع 59% في الثانوية العامة، لم يؤهله بالطبع لكلية مرموقة، فأعاد الثانوية وحصل على 70%، فالتحق بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في أول دفعة بها، وتخرج سنة 75. ونصحه أستاذه الذي كان يدرس له الدراما الدكتور فتحي زكي بعد أن لاحظ نبوغه الكبير في كتابة السيناريو بترك الكلية والالتحاق بمعهد السينما. لكن ماهر أجل هذا الحلم قليلا، فتخرج من الإعلام وعمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط محررا بقسم الديسك المحلي، وأثبت كفاءة وجدارة كبيرة، وحصل على عضوية نقابة الصحفيين، وكان رقم جدول المشتغلين بالنقابة 2276 بتاريخ 14 أكتوبر سنة 79. وأثناء عمله بالوكالة سافر لعمان للمشاركة في تأسيس وإنشاء وكالة الأنباء العمانية، وهناك لمدة عام فقط، ثم عاد إلى الوكالة. وأثناء عمله بالوكالة التحق بالمعهد السينما قسم السيناريو، واللي أصبح عشقه السينمائي الأول، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما بتفوق. وكان ماهر عواد يسهر في شيفت عمله بالوكالة طوال الليل، ثم يذهب إلى معهد السينما صباحا، ثم حصل على أجازة رعاية و... ورعاية والدين كان يحصل عليها بسهولة. ولكن الأمر اختلف تماما بعد زواجه من سعاد حسني. في حين ذهب لإنهاء إجراءات الأجازة، فوجئ بالموظف المسؤول يخبره أن مصطفى نجيب رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير آنذاك يريد مقابلته. ودخل ماهر إلى مكتب نجيب الذي استقبله بفطور، وسأله عن أسباب تجديد الأجازة، ثم قال له بطريقة غريبة: أظن أنك الآن مش محتاج الوكالة ولا الصحافة، في تلميح صارخ إن زواجه من السندريلا وإنه أصبح ثريا بعد زواجه من فنانة شهيرة، وأسقط في يد ماهر عواد، وهو إنسان حساس يشبه في إحساسه ونبله وشفافيته زوجته سعاد حسني. وعلى الفور أخذ ماهر ورقة بيضاء وكتب استقالته من وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ذلك الإحساس الإنساني النبيل الذي يضحي صاحبه بمستقبله من أجل كلمة جارحة للكرامة أطلقها صاحبها دون أن يدري. وفي مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما كتب ماهر عواد سيناريو فيلم حق عرب، اللي أنجزه خريج المعهد وأخرجه المخرج الموهوب زميل ماهر في المعهد هنيان. كان السيناريو الذي كتبه ماهر عواد لافتا جدا، وتحدث كثيرون عن أهل السينما عن سيناريست واعد اسمه ماهر عواد. ووصل الكلام إلى سعاد حسني في شهادته، وأبدت إعجابها بكتابة بكاتبه أمام كثير من أصدقائها، ومنهم المخرج محمد شبل الذي نقل إعجاب سعاد حسني بموهبته إلى ماهر عواد الذي كان حريصا على التواصل التليفوني مع سعاد. ثم حدث اللقاء والاتفاق على فيلم كتبه ماهر، لكن لم يتم تنفيذه. ثم كتب ماهر لسعاد فيلم الدرجة الثالثة، واللي لم ينجح جماهيريا رغم تميزه الفني، ولكنه نجح في الجمع بين قلبي النجمة الاستثنائية وكاتب السيناريو المبدع الموهوب. وتم الزواج في يونيو سنة 87، وعاش ماهر وسعاد زوجين متحابين تربطهما قصة حب، ويربطهما طابع واحد وأحاسيس متقاربة وحب للعزلة وللوحدة. ولمدة 14 عاما استمر زواج سعاد وماهر. وطبعا في آخر 4 سنوات من الزواج، وتحديدا في الفترة من يوليو 1997 20 يونيو 2001 تاريخ رحيل سعاد، كانت الاتصالات التليفونية المتواصلة هي همزة الوصل بين سعاد وماهر. وكان ماهر حريصا على تلبية كل ما تطلبه سعاد حسني منه، التي تعيش بعيدا عن حبيبها وزوجها بآلاف الكيلومترات. وكان حريصا على أن تصل المبالغ التي خصصتها سعاد للإنفاق على بعض الأسر إلى أصحابها
على شراء بوكيهات الورود التي كانت سعاد ترسلها إلى صديقتها في الوسط الفني في عيد الحب، وهو تقليد حرصت السندريلا عليه وهي واصل فترة العلاج في لندن، وكان حريص كذلك على رعاية والاهتمام بأبناء شقيقتها وبأبناء شقيقها من أمها جلاء عبد المنعم كما أوصت السندريلا.